الحكاية بتبدأ مع لوشا بنت شغالة في عصابة الغراب الأسود، أخطر عصابة في الصين. وبعد ما دخلت المخبأ راحت عشان تقابل الزعيم كون وسلمته رمز ذهبي نادر جدا، فالزعيم قال إنهم لازم يحافظوا عليه مهما كان التمن. بعد كده بنقابل تايجر شاب عادي، ولما كان بيتمشى خبط في بنت بالغلط وقالت إنها تعرفه لأنها كانت بتروح معاه المدرسة زمان. بس لما تايجر كلمها اكتشف إنه ما شافهاش قبل كده، فالبنت قالت إن اسمها شاولينج واتأسفت على الغلط اللي حصل. تايجر راح لمطعم قريب عشان يقابل أصدقائه، وأول ما وصل اتفاجئ إن في رجال كتير واقفين بالمكان، فواحد من أصدقائه قال له إن الزعيم كون رئيس عصابة الغراب الأسود موجود. بس فجأة عصابة الأسد الأبيض ظهروا وانطلقوا عشان يقابلوا الزعيم كون. رئيس عصابة الأسد الأبيض كان عايز ياخد الرمز الذهبي الموجود مع الزعيم، لكن كون اتخانق معاه وهدده. أما تايجر اتعصب بشدة لأنه لمح واحد من المجرمين وهو بيتعدى على عائلة مسكينة، وفي النهاية فقد أعصابه وقفز عليه بقوة لحد ما ضربه ضربة دمرت السقف تماما. حتى الزعيم كون اتفاجئ من قوته ونزل هو وأتباعه عشان يقابلوه. بس الغريبة إن تايجر ما كانش خايف من العصابة وقال إنه هيمسكهم يطحنهم كلهم لوحده. بالفعل تايجر قاتل عصابة الغراب الأسود بدون رحمة، وهنا بنكتشف إنه ماهر بفن النمر القتالي، ومهما المجرمين حاولوا يوقفوه ما كانوش قادرين لأنه مدمر وملهوش حل. ده غير إنه محترف باستخدام رجله وبيوجه ركلات مدمرة. بس في وسط المعركة فجأة مقاتل مجهول الهوية ظهر واتصدى لتايجر لأن قوته متعادلة معاه. طبعا تايجر اتفاجئ لأنه أول مرة في حياته يقاتل شخص قوي زيه، وهنا بنعرف إن المقاتل المجهول اسمه دراجون ويبقى عضو في عصابة الغراب الأسود. فالزعيم كون وقف المعركة وطلب من أتباعه يسيبوا تايجر في حاله لأن عندهم مهمة ولازم ينفذوها بأسرع وقت. بالليل لما دراجون قعد يتكلم مع الزعيم كون، في واحد من افراد العصابة اسمه فان اتخانق مع دراجون لان الرمز الذهبي ضاع وسط القتال ومش لاقيينه. فدراجون قال ان تايجر ممكن يكون اخده بدون ما اي حد يلاحظ وانطلق عشان يرجعه. في الوقت ده تايجر واصدقائه كانوا بيتعشوا مع بعض في مطعم، وهنا بنلاحظ ان في مقاتل مجهول موجود بغرفة جنبهم وكان معاه نونشاكو. بس فجأة وبدون سابق انذار دراجون ظهر وقال انه هياخد الرمز الذهبي من جديد. طبعا تايجر واصدقائه رفضوا وحاولوا يقتلوه، بس دراجون ضرب تايجر ضربة دمرته تماما. ده غير ان لما فان وعصابة الغراب الاسود ظهروا دراجون رفض يسلمهم الرمز الذهبي وبدأ بالقتال معاهم. دراجون انقلب على عصابة الغراب الاسود لسبب غير معلوم، مع انه اتدرب بجانبهم من صغره، لكنه قدر يتصدى لهم بمهارة عالية بالرغم من كثرة عددهم ومهاراتهم باستخدام السيوف. وفي وسط المعركة بالصدفة تايجر اترمى في الأوضة اللي مقاتل النونشاكو بياكل فيها، فمقاتل النونشاكو اتعصب بشدة ونزل طحن في عصابة الغراب الأسود. وفي النهاية هو ودراجون مسكوهم طحنوهم وعلموهم الأدب لأنهم بيتميزوا بقدرات أسطورية في الكونج فو. دراجون أخذ الرمز الذهبي لنفسه وشكر مقاتل النونشاكو على مساعدته، فالمقاتل قال إن اسمه تيربو وتعرف على تايجر هو كمان. أول ما تايجر اطمن على أصدقائه واحد منهم سلمه قطعة ذهبية وقال إنها وقعت من دراجون بالغلط. بعد كده بتنتقل بينا الأحداث لمدرسة النمر والتنين. في المدرسة دي الشباب الصغيرين بيتدربوا عشان يبقوا مقاتلين اقوياء، ولما تيربو كان قاعد في حاله مجموعه اطفال لاحظوا الجرح اللي تحت عينيه فقال لهم انه اتصاب زمان لما كان بيتدرب وهو صغير. اما تايجر هو واصدقائه حكوا حكايتهم للمعلم وونج، فالمعلم قال ان عصابه الغراب الاسود اقوى عصابه في الصين كلها ولازم يبعدوا عنها، لكن تايجر قاطع كلامه وقال انه لقى اخوه الضائع اخيرا واظهر ان القطعه الذهبيه اللي وقعت من دراجون بتكمل القطعه الخاصه بيه. فالمعلم وونج قال انه لازم يقابله باسرع وقت. وهنا تيربو ظهر فجأة وطلب يتدرب تحت ايد المعلم وونج، بس المعلم رفض وطرده. طبعا تيربو حس بالغضب الشديد ووعد نفسه انه هيبات في خيمة بجانب بيت المعلم لحد ما يقبل يدربه. حتى تايجر حس بالشفقة عليه وقال انه هيتمرن معاه وهيحاول يعلمه بعض اساليب القتال السرية. في الوقت ده دراجون كان بيتأمل مع نفسه وراح عشان يقابل صديقته شاولينج تبقى بنت الزعيم كون رئيس عصابة الغراب الاسود، لكنها بعد ما خلصت كلام دراجون وقف مع نفسه وافتكر ايام زمان. وهنا بنعرف انه هو صغير والده ووالدته انفصلوا عن بعض، فدراجون عاش مع والدته في حي فقير، اما تايجر عاش مع والده وكان بيعدي عليه كل يوم. مع ان دراجون موجود بعيد عن اخوه الا انه بيحبه جدا ودافع عنه ضد المتنمرين، عشان كده والدته اعطته القطعه الذهبيه وقالت انها هتساعده يلاقي اخوه الصغير لو ابتعد عنه. وفي يوم من الايام بيت دراجون حصل فيه حريق كبير ووالدته توفت، بس الشخص اللي انقذه ورباه يبقى هو الزعيم كون قائد عصابة
عصابة الغراب الاسود، عشان كده بقى خادم عنده ومخلص ليه. بس فجأة تايجر ظهر ومعاه القطعتين الذهبيتين، وقال لدراجون انه يبقى اخوه الصغير اللي انفصل عنه من سنين. بس الغريبة ان دراجون كان يعرف ان اخوه، عشان كده انقلب على افراد العصابة ودافع عنه. للاسف تايجر حس بالحزن لان دراجون ما تأثرش بوجوده، لكن شاولينج اعطته الكارت الخاص بيها وطلبت تقابله ضروري. بالليل شاولينج قابلت تايجر من جديد وقالت ليه ما يزعلش من اخوه دراجون لان حياته صعبة وعانى كتير. بعد كده اعطته الرقم الخاص بيها وطلبت منه يتصل لو احتاج يقابل اخوه او يعرف اي معلومات. في الوقت ده دراجون قعد يفكر في تايجر طول الليل والنهار لحد ما الزعيم كون طلب منه يسيب عصابة الغراب الاسود ويرجع لاخوه من جديد. فدراجون قال ان العصابة هي بيته ومستحيل يبعد عنهم. اما تيربو شغل موسيقى على التليفون الخاص بيه وبدأ يتدرب على النونشاكو، ولانه ماهر بشدة كل الاطفال بمدرسة الفنون القتالية وقفوا تمرين وراحوا عشان يتفرجوا عليه، لدرجة انهم ربطوا الشباشب ببعضها وحاولوا يقلدوا تيربو وهو بيلعب بالنونشاكو. طبعا المعلم وونج اتعصب بشدة وزعق لكل التلاميذ، فتيربو قال انه مش هيسيبه في حاله الا لما يقبل يعلمه اسرار الكونج فو. وهنا المعلم وونج اتحدى تيربو لقتال واستخدم واحد من الشباب كسلاح. من البداية وونج مسك تيربو هزقه قدام الجميع واثبت انه ضعيف وما بيقدرش يستخدم النونشاكو بطريقة صحيحة. للاسف تيربو جاله احباط وحس بحزن كبير لان المعلم وونج صدمه بالحقيقة المرة. بعد كده استجمع شجاعته وراح يتكلم معاه عشان يعتذر على افعاله وغروره الشديد ده، غير انه حكى حكايته وهو صغير وازاي المتنمرين كانوا بيبلطجوا عليه لانه ضعيف. فالمعلم وونج وافق يدربه لانه صادق وقلبه طيب. اما دراجون كان بيتأمل مع نفسه وقابل لوشا واحدة من مساعدي الزعيم كون، وطلبت من دراجون يبعد عن اخوه تايجر ويركز في الشغل، لكن دراجون رفض طلبها. ده غير انه كلم شاولينج تاني يوم وامرها تنظم له مقابلة مع تايجر. بالفعل دراجون قابل اخوه تايجر للمرة التانية بعد السنين دي كلها، وهنا دراجون افتكر ايام زمان لما الاتنين كانوا بيلعبوا مع بعض، وقال لاخوه الصغير تايجر انه اصبح شرير واشتغل في عصابة الغراب الاسود عشان كده لازم يبعد عنه. بس تايجر رفض طلبه وقال انه مش هيسيبه لوحده ابدا. في الوقت ده شاولينج كانت بتلعب في مباراة بيسبول ووالدها الزعيم كون اتفرج عليها وشجعها بسعادة، لكن بعد ما المباراة انتهت الزعيم قال لبنته انه هيفضل في الاستاد لوحده لانه عايز يتمرن ويفتكر ايام زمان لما كان لاعب محترف. بالفعل الزعيم كون انتظر لحد ما الاستاد فضي وبدأ يتمرن مع نفسه، بس فجأة الدنيا ضلمت والاضواء كلها ركزت عليه، فعرف انه وقع بفخ وجهز للقتال. في البداية مجموعة مقاتلين مسلحين حصروه من كل اتجاه، وهنا بنكتشف ان فان مساعد الزعيم يبقى خاين وتابع لعصابة الاسد الابيض. بالفعل القتال ما بين الزعيم كون وافراد العصابة بدأ، ومن سوء الحظ ما كانش معاه اي حد من مساعديه عشان يسانده في القتال، لكنه حارب لحد اخر نفس مع انه كبير بالسن. في النهاية افراد العصابة اتلموا على الزعيم كون بدون رحمة لحد ما خلصوا عليه تماما. وهنا شاولينج رجعت النادي من جديد، واول ما شافت والدها ميت فضلت تعيط وحاولت تهاجم المجرمين اللي قتلوه بس بدون فايدة. اما دراجون دخل الاستاد بسرعة البرق وبدأ يقاتل افراد عصابة الاسد الابيض لان الزعيم كون رباه من صغره، وشاولينج تعتبر زي اخته بالظبط. ده غير انه مسك المجرمين دمرهم واحد ورا التاني بدون رحمة، حتى فان الخاين هو كمان اتروق عليه. بعد ما دراجون انهى القتال مع افراد العصابة راح عشان يطمن على شاولينج، لكنه اتفاجئ ان واحد من المجرمين غفله وطعنه بالسكاكين في بطنه، فدراجون اتصداله بسرعة البرق لكنه اتصاب بشدة، ومع ذلك استجمع قوته وحمل شاولينج لحد ما وصلها لاخوه تايجر وامره ياخد باله منها. بعد كده اتمشى وهو تعبان ما بين الحقول وفقد الوعي وسط الطريق. اما تايجر اتأسف لشاولينج لان والدها ميت ووعدها انه هيفضل جنبها ومش هيسيبها ابدا مهما كان التمن لانها بنت طيبة وجدعة. اما تيربو بلغ المعلم وونج ان في شخص مقنع اقتحم المدرسة، وقبل ما يكمل كلامه الشخص المقنع دمر الابواب وقال ان الوقت جه عشان يخلص على وونج تماما. وهنا بنعرف ان المقاتل المقنع يبقى اسمه شيبومي، وكان واحد من اعداء المعلم وونج زمان، لكنه اكتشف فن قتال سري ملهوش حل ورجع عشان ينتقم منه. للاسف شيبومي هزم تيربو بسهولة، واول ما المعلم وونج حاول يقاومه اتصدم من قدراته الرهيبة لانه كان بيقدر يتني الحديد. حتى تايجر هو كمان اتدخل في القتال وحاول يقاوم لكن بدون فايدة، وفي النهاية شيبومي وضع المعلم وونج تحت لافتة المدرسة ونزل فيه ضرب. بس قبل ما المعلم يموت امر تايجر يتحد مع اخوه دراجون لانهم الوحيدين اللي يقدروا يتصدوا لشيبومي الجبار ويوقفوه عند حده. بعد ما المعركة انتهت شاولينج دخلت المدرسة واتفاجئت ان المعلم وونج مات، وتيربو وتايجر كانوا فاقدين الوعي.
الوعي، فحملتهم في سيارة خشبية وانطلقت وسط الجبال عشان تقابل المعلم كي. المعلم كي راهب في الشاولين ويبقى صديق الزعيم كون والد شاولينج، لكنها اول ما وصلت اضطرت تتسلق السلالم لبرج عالي جدا، ولما كانت بتتسلق السلالم لاحظت كور صغيرة بتقع في كل حتة، وفي شخص بيقول انها لازم تلمهم كلهم عشان تقابل المعلم كي. فشاولينج بدأت تلم الكور لانها كانت هتعمل اي حاجة عشان تساعد اصدقائها، وبعد فترة طويلة صعدت لاعلى البرج وقابلت المعلم كي اخيرا. فالمعلم حياها على عزيمتها الرهيبة وقال انه هيبدأ في علاج تايجر وتربو باسرع وقت ممكن. اما دراجون رجع لمدرسة المعلم وونج عشان يطمن على اخوه، فاكتشف ان المكان كله متدمر وافتكر ان تايجر مات، بس من حسن الحظ لوشا انقذته بعد ما فقد الوعي وبدأت تعالج جروحه. وهنا بنعرف ان لوشا كانت شغالة عند شيبومي، ولما طلبت من دراجون ينضم ليها دراجون رفض، مع ان لوشا المفروض تقتل دراجون لو رفض طلبها، الا انها سابته يعيش لانه انقذها وهم صغيرين، ومن وقتها الاتنين اصبحوا اصدقاء اعزاء. اما تايجر وتربو اتعالجوا من جروحهم على ايد المعلم كي وبدأوا يتدربوا على الفنون القتالية طول الليل والنهار عشان يجهزوا للمعركة الأخيرة، ده غير انهم اخدوا منه اسلحة مميزة لمساعدتهم في القتال. وبعد ما التدريبات انتهت تايجر قال لشاولينج ترجع مدرسة المعلم وونج وهو هيقابلها هناك لما يهزم شيبومي ويحقق انتقامه. بالفعل تايجر وتربو اقتحموا مخبأ شيبومي وبدأوا يبحثوا عنه في كل حتة عشان يخلصوا عليه وينتقموا للمعلم وونج، لكن بدون فايدة. وبالصدفة سمعوا صوت عالي جاي من بعيد، واول ما قربوا منه اكتشفوا ان شيبومي بيتدرب، فامروه يجهز للقتال وهاجموه بكل ما عندهم. في البداية شيبومي استهتر بتايجر وتربو لانه فاكرهم مجرد مقاتلين عاديين، لكنهم اثبتوا قوتهم وقدروا يسيطروا عليه. فشيبومي استخدم تقنيته السرية ورجع للقتال من جديد. للاسف قوة شيبومي عالية جدا، ومهما تايجر وتربو حاولوا يتصدوا ليه ما كانوش قادرين. فتربو استخدم الاسلحة المتميزة اللي اخدها من المعلم كي ونفذ تقنية الدرع الذهبي عشان يحمي نفسه هو وتايجر من ضربات شيبومي. بس شيبومي ذكي وقدر انه يخترق دفاعات تربو وضربوا ضربة افقدته الوعي. اما تايجر حاول يغفل شيبومي باستخدام ركلاته المدمرة الاسرع من البرق، بس شيبومي اتصداله بسهولة ووقعه على الارض. قبل ما شيبومي يخلص على تربو وتايجر فجأة دراجون ظهر وطلب منه يسيب اخوه لحاله. وفي بداية المعركة تايجر جري من شيبومي لانه كان بيستدرجه لمكان مهجور وسط الظلام. بالفعل خطة دراجون نجحت وشيبومي اتحاصر بغرفة ضيقة، فدراجون استغل الفرصة ووجه له لكمات ممكن تشق الجبال، ومهما شيبومي حاول يتصداله ما كانش قادر لان دراجون عايز ينتقم للزعيم كون والمعلم وونج اللي ماتوا غدر، ده غير انه استجمع قوته واخترق بشيبومي كل ادوار المبنى لحد ما دفنه تحت الانقاض وانهى عليه تماما. بعد كده راح يطمن على اخوه تايجر وصاحبه تربو وتاكد انهم بخير. دراجون وتايجر وتربو رجعوا مدرسة المعلم وونج بامان، وهناك قابلوا شاولينج اللي رحبت بيهم في سعادة كبيرة، ده غير ان اصدقاء تايجر حضروا وكلهم عزوا المعلم وونج والزعيم كون في حزن. لكن دراجون قال ان هو واخوه تايجر وباقي اصدقائهم هيستمروا في تعليم الفنون القتالية بالمدرسة وهيعلموا اسرارهم لجميع الشباب الضعفاء عشان يقدروا يدافعوا عن نفسهم. وده كان ملخص الفيلم. اشترك عشان توصلك اقوى الملخصات كل يوم، واشوفكم عما قريب باذن الله.